السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ الكلام نسمي بالرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله قررنا نعمل مع بعض حاجة سهلة وخفيفة، عشان طبعا الجو حر جدا. حاجة ولا هتحتاج فرن ولا بيض ولا دقيق، وهتكون جميلة والأولاد كلهم إن شاء الله هيحبوها. يلا بينا نشوف هنعمل إيه. معايا 4 بواكي من البسكوت الشاي اللي هو من غير طعم خالص، من غير أي نكهة خالص. ومعايا كوبايه من اللبن الحليب البارد، ومعايا كيس من الفانيليا. كيس الفانيليا ده اختياري مش اجباري، بس انا بحب طعم الفانيليا هنزل بيه. ومعايا معلقه من السكر البودره، لازم يكون سكر بودره، ما ينفعش يكون سكر حبوب. يلا بينا نشوف. هنزل بده كله بسم الله وهقلب لغايه لما يدوب كله مع بعض، وهنشوف ان شاء الله هنعمل ايه. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. بسكوته هبلها في اللبن، هنزل بيها كده بالصينيه. سمي بالله. انا هوريكم اول رصه، احنا طبعا ما تزهقوش لان انا هعمل طبقتين فوق بعض. ما تنسوش تدوسوا لايك وشير وتعملوا سبسكرايب عشان ان شاء الله كل جديد يوصل لكم. وزي ما اتفقنا اي تعليقات هتيجي سواء بالايجابي والسلبي ان شاء الله كلنا بنستفيد من بعض. ودلوقتي انا حطيت بالظبط طبقتين من البسكويت. اول طبقه زي ما وريتها لكم بالظبط، والطبقه الثانيه عملت فيها نفس اللي انا عملته في الطبقه الاولانيه. بصوا اهو دول طبقتين بالظبط من البسكويت. هنحط دي كده على جنب. الخطوه الثانيه اللي هنعملها دلوقتي معايا باكيت من جيلي الفراوله. انت براحتك استخدمي النوع اللي انت بتحبيه، يعني بتحبي كريز، بتحبي مانجا، اي حاجه انت عايزاها، بس احنا بنحب الفراوله. باكيت الجيلي هنزل بيه كده كله بسم الله، وهكون محضره فنجان من الميه السخنه المغليه. بسم الله. هقلبهم حلو جدا مع بعض لغايه لما يدوب كله. لازم نتاكد ان الجيلي يكون الحبيبات بتاعته دي كلها دابت. هقلبهم حلو مع بعض، هركنهم على جنب. بس قبل ما اركنهم انا هاخد بالظبط مكيال وهقول لكم هنعمل بيه ايه بعدين. هفضيه احسن. والخطوه الثانيه اللي هنعملها دلوقتي معايا كيسين من الكريم شانتيه المحلى، كل كيس بالظبط 45 جرام. هنزل بيهم كده واسمي بالرحمن. اهو. وهنزل بكوبايه من اللبن المتلج. يعني ايه اللبن المتلج؟ يعني يكون مجروش، لازم يكون ساقع. هنزل بسنه سنه خلاص كده. اهو اول طبقه اهي انا خلصتها. انا دلوقتي اتبقى معايا نص كميه الجيل اللي انا حضرته، انا هستخدمه تاني واقول لكم هنعمل بيه ايه. والكريمه بتاعتي جهزت اهي، ويلا بينا نشوف. نسمي بالرحمن. ودي هتبقى اول طبقه هننزل بيها على البسكويت. بصوا جميله ازاي اهي. يلا بسم الله. الاولاد هيحبوها جدا 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 لانها بتبقى ساقعه، فبتبقى جميله جدا. بسم الله. بالراحه كده.
تغطي بيها كل البسكوت، مش عايزه ولا بسكوته تكون باينه. ودي كده كانت اول طبقه، هحطها في الفريزر بالظبط ساعه، وهنشوف هنعمل الطبقه الثالثه هي هتكون ايه بالظبط. دلوقتي بعد ما حطينا الصينيه بتاعتنا القالب اللي احنا عملناه في الفريزر لمده ساعه، هنشوف الطبقه الثالثه هتكون عباره عن ايه. معايا باكت من الجيلي، برضو جيلي الفراوله، هنزل بيه كده بسم الله. ومعايا معلقه من الجيلاتين، الجيلاتين ده اختياري مش اجباري، بس هو بيخلي الدنيا تمسك معايا بسرعه ويخليها جميله بصراحه. ومعايا نص كوبايه من الميه السخنه، هنزل كده بسم الله. هقلب حاجتي دي كده كلها مع بعض لغايه لما كله يدوب مع بعضه. الجيلاتين ده يا جماعه اختياري زي ما قلت لكم، هو مش اجباري، بس هو بيخلي الجيلي جميل جدا. ودلوقتي هنزل بكوبايه من الميه الساقعه المثلجه بسم الله، وهقلبهم حلو جدا مع بعض. وفاكرين في الاول مش انا كنت عامله جيلي، انا ما اخدتوش كله على الكريم شانتيه عشان ضربت الكريم شانتيه بلبن. هاخد بقيه الجيلي برده هنا وهقلب المكونات دي كلها مع بعض، كل جيلي يعني مع بعض. هسيبه يهدى خالص ويبرد بره التلاجة، وهقول لكم هنعمل ايه. دلوقتي يا جماعه بعد ما حطيتها بالظبط ساعه في الفريزر اهي طلعت كده، هي معايا جمدت جميله. هنزل عليها بالجيلي، الجيلي برد خالص، هسمي بالله، هننزل بالراحه خالص اهو. ان شاء الله هحطها في الفريزر بالظبط 3 ساعات، وبعد 3 ساعات هنشوفها مع بعض، نطلعها ونقطعها ان شاء الله مع بعض، وان شاء الله تعجبكم. ودلوقتي يا جماعه ده شكلها بعد ما قعدت في التلاجة بالظبط في الفريزر ساعتين. يلا بينا نقطعها ونشوفها مع بعض بسم الله. بسم الله. بصوا اهم 3 طبقات، اهي اول طبقه بسكوت، تاني طبقه الكريم شانتيه، تالت طبقه الجيلي. يلا بينا نشوفها مع بعضين، نسمي بالله. بصوا جميله ازاي، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.